أغلى حمام في الكون. أيوة زي ما سمعت، في الكون، لأن الحمام ده مش موجود على الأرض أصلا. إحنا بنتكلم عن حمام في محطة الفضاء الدولية. هو مش مجرد حمام، ده قطعة معمارية ميكانيكية مصممة علشان تشتغل في فراغ منعدم الجاذبية، وكل مليمتر فيه محسوب بدقة. الوحدة شكلها بسيط، هي عبارة عن اسطوانة صغيرة، لكن التحدي الحقيقي كان ازاي نثبت الشخص نجمع الفضلات ونعقمها من غير ما تتحرك حتى ذرة في الهواء. الموضوع عشان ينجح في البيئة القاسية دي كان لازم يصنعوا الوحدة من سبائك التيتانيوم ومعادن تقاوم الأحماض والتنكل لسنين، ولازم كل قطعة تكون قابلة للفك والصيانة عشان يكون جاهز لأي مركبة فضائية. شكل المقعد والقمع اتصمم عشان يناسب الكل، رجال وسيدات. التصميم الداخلي هنا بيراعي حركة الجسم وتثبيته في بيئة ما فيهاش أي وزن. طيب الفضلات دي بتروح فين؟ ولا نقطة بتروح حدر، لأن في الفضاء كل الموارد بتكون منعدمة، فتحويل البول بفلاتر تتحول لمية شرب نقية. إعادة التدوير هنا مش رفاهية، ضرورة زي ما قلنا للحياة في الفضاء. عشان كده بقول دايما إن العمارة مش بس شكل. طب تفتكر حمام زي ده مكلف كام؟ تكلفة الحمام ده حوالي 23 مليون دولار. العمارة فن بيتعايش، مفهومها مختلف مع مصطفى الدمرداش.